الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله حبايبي هعمل لكم المستعجله الواحاتي. خليكم معايا. هي اسمها المستعجله عندنا في الواحات، لكن ليها اسماء تاني في بلاد تانية. معانا دلوقتي كمون وملح بس. معانا كمان طماطم انا مقطعاها، ومعانا فلفل حامي، ومعانا 3 فصوص توم وليمون، والبصل لزوم الاكل، واللي هي الملوخيه الناشفه اللي هي بنعمل بها المستعجله. ومعانا الهول ده اهم حاجه بقى عشان يدي طعم للحاجه. هندقها ولا تقولي لي بقى ايه كبه ولا الكلام ده. هتحطي 3 فصوص توم وهتدقيهم في الهول كده بالشكل ده. هندقهم كده في الهول. بعدين هضيف عليها الفلفل الحامي ده، هضيفه على الثوم وهدقه كمان في الهون. هي انا كنت جايبه القرن الاولاني ده بس لقيته ايه مش حامي، فهي بتحب الفلفل الحامي. اسفه على الصوت. وبعدين هضيف الطماطم اللي انا مقطعاها، هدقها برضو في الهول. انا بعملها لكم زي ما احنا ما بنعملها بالظبط. هبدأ ادق الطماطم برضو في الهون كده. لازم تكون الطماطم حمراء وطريه عشان تدي طعم كمان للاكل. دقينا الطماطم زي ما انتم شايفين. خلصنا الطماطم اهي. هنبدا نحط لها حبه ميه من دول. طبق هنزود كمان حبه ميه بالشكل ده. هنزود الكمون والملح اللي احنا حطيناه. وبعدين بنجيب الملوخيه الناشفه اللي احنا منشفينها. ملوخيه جميله ونظيفه. ما تكتريش ملوخيه كتير، بسيطه كده عشان ما تبقاش تقيله. ولو لقيتها تقيله هتزوديها شويه ميه. اهو يا حبايبي شايفين قوامها عامل ازاي، ما تبقاش تقيله. بعدين هنعصر عليها نص الليمونه بقى. الله، شايفين؟ وهتقلبي بقى. الله الله الله، شايفين؟ ادي كل المستعجله. ولازم معاها عيش شمسي. لو بالعيش التاني مش هتنفع بتاع الفرن، لكن العيش الشمسي بيديها طعم. وبصل اخضر، لو مفيش بصل اخضر بنعمل بصلايه من البصل العادي دون ناشف، وبنقطعها شرايح وبنغسلها بالملح كده، وبننقعها في الملح والليمون والخل. بتبقى طعمها برضو جميل جدا. دي كنا بنعملها لما بنكون بنخبز. امي الله يبارك في عمرها يا رب بتعملها في وقت الخبيز بالذات مع بتنجانه، فبيبقى طعمها ايه جميل جدا مع العيش السخن طبعا الطازه البلدي. وعايزه متابعه معاكم، عايزه متابعه منكم علشان يوصل لكم كل جديد مني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.